إذا قلت سبحان الله والحمد لله 700 مرة فقد غفر لك الله ذنوبك ولو كانت زبد البحر. يعني نحن نجلس هكذا نأكل ونشرب ونقول سبحان الله 100 مرة. لا زال الناس يحدثون بهذه الأشياء، لا زالت هذه الأشياء تقال يعني سبحان الله. فما جزاء الذي يحرث الأرض وتأكل الطير والحشرات والإنسان؟ ما جزاؤه؟ الذي يقول سبحان الله 100 مرة يدخل الجنة، والذي يحرث الأرض بجهده وعرقه وتأكل الحشرات والحيوانات والطير والإنسان. يعني سبحان الله، يعني ما جزاء هذا العالم الذي لا يقول سبحان الله 100 مرة، لا يقول سبحان الله 100 مرة ويخترع دواء؟ ما جزاؤه؟ يعني أين تضعونه؟ في النار. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه مثل زبد البحر وكانت مثل زبد البحر. نقول إن المراد بزبد البحر ليس المراد بذلك جميع الذنوب، وليس المراد بذلك أيضا الأكثر، ولكن المراد بذلك الكثرة، لأنه قال زبد البحر وما قال البحر، لأن البحر أكثر من زبده وأعظم. ولهذا نقول المراد بذلك هو ما كان من صغائر الذنوب، وكذلك أيضا ما كان من اللمم. هذا المقتضى، لأنه ذكر الزبد وما ذكر البحر، ولو ذكر البحر فإنه لا يكون في ذلك أعظم من جهة تكفيره. هذا من جهة التفاضل. نقول فضل الله عز وجل واسع ويؤتيه من عباده ما شاء. وينبغي أن نشير إلى معنى أيضا مهم في هذا، أن الله سبحانه وتعالى جعل ورتب الشيء من جهة أجره، وجعل أيضا ثمة شيء وهو التوفيق. وذلك أن الإنسان قد يعلم الفضل لكنه لا يوفق إلى العمل، ولهذا يحرم الإنسان. لهذا نقول هل هذا الأجر صحيح وليس بصحيح؟ نقول هو صحيح، ولكن من الذي يوفق له؟ وكم من الناس يوفق إلى العلم لكنه لا يوفق إلى العمل بما علم. ونظير ذلك أنك تجد مثلا بعض الباحثين وبعض الكتاب وبعض المتعلمين يفرغ من وقته ساعات وربما أيام لبحث هذا الحديث، صحته وضعفه وكذلك أيضا علله وكذلك أيضا فضله، ثم يجد أن النتيجة في ذلك أنها صحيحة، ثم بعد ذلك يمر عليه أعوام ربما لم يعمل به. بتحط نفسك في مواقف بايخة.